اهلا بيك. وصفتنا النهاردة من الوصفات اللذيذة اللي ناس كتير بتحبها. هنعمل دوناتس محشية بحشوات لذيذة. لو جربت طريقتي دي مش هتبطلي تعمليها. هنعملها في البيت بكل بساطة، ولو التزمتي بالمقادير والخطوات هتعملي دوناتس ناجح احلى وانضف واوفر كمان من بتاع بره. بس لو عجبك الفيديو لايك علشان القناة تكبر، وسبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا على طول نبدأ الوصفة بتاعتنا. في البداية هجهز خليط الخميرة بتاعنا. هحط كده كوباية من الحليب الدافي، عايزاه يبقى دافي بس ميبقاش سخن. هحط معلقتين كبار من السكر، معلقتين كبار من الخميرة الفورية. هقلب الخليط وادوبه كويس زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هحطه على جنب علشان يخمر واتأكد ان الخميرة بتاعتي شغالة. بعد كده هتجيبي بولة كده او في العجان، هتحطي 4 كوبايات معيارية من الدقيق. انا مستخدمة هنا دقيق جميع الاغراض، تقدري تعملي باي كوباية عندك بس تستخدميها في عيار كل الحاجات. بعد كده حطيت نص معلقة صغيرة من الملح، وضفت كمان بيضتين بدرجة حرارة الغرفة. حطيت عليهم خليط الخميرة، هعجن كويس العجينة بتاعتي. بعد كده هضيف تلت كوباية من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، وهكمل عجن كويس لحد ما العجينة تتعجن كويس جدا. بعد كده هجيب بولة همسحها بمسحة كده خفيفة من الزيت. هجيب العجينة بتاعتي احطها في البولة واحطها كده واغطيها واحطها في مكان دافي كده ساعة ولا ساعتين حسب درجة الحرارة عندك لحد ما تخمر. ولو انا مستعجلة عليها بدفي فرن البوتاجاز واحطها. دي العجينة بتاعتنا بعد ما خمرت. هحط كده رشة من الدقيق. بعد كده هحط العجينة بتاعتي، هرش رشة خفيفة كمان من فوق. هفرد العجينة شوية كده. بعد كده هكمل فرد بالنشابة. انا مش هفرد كتير، انا عايزة عجينة بتاعتي تبقى سميكة، يعني سمك العجينة بتاعتنا من 1.5 ل2 سنتي. ده كان سمك العجينة بتاعتنا. بعد كده هجيب قطاعة، او لو ما عندكيش القطاعة تقدري تستخدمي اي كوباية عندك. هتحطيها كده في الدقيق، بعد كده هتقطعي بيها. شايفين بالشكل ده. بعد كده هشيل كل العجين الزيادة من بين الوحدات اللي انا شكلتها. في الوقت ده انا جهزت ورق زبدة، قطعته مربعات كده على قد وحدات الدونات اللي عندي. شايفين بالشكل ده. انا هخمر الدوناتس على الورق ده كمان. لما اجي احطه في الزيت هحطه بنفس الورق علشان يفضل محتفظ بشكله، مخربش شكله ابدا ومبوظوش. سمك الدوناتس بتاعنا كان بالشكل ده. هسيبهم يخمروا تاني واروح احط زيت غزير على النار على درجة حرارة متوسطة. الزيت بتاعي ما يبقاش سخن قوي علشان ما يحرقش الدوناتس قبل ما تستوي، وكمان عشان ما تاخدش لون غامق كده مش حلو. يعني الزيت حرارته تبقى متوسطة هحط فيه، واول ما تاخد لون كده وتستوي بقلبها على الناحية التانية. الزيت اللي حرارته متوسطة الدوناتس بيعمل فقاعات كده خفيفة قوي وهو بيستوي فيه. كمان يا جماعة الزيت ما يبقاش بارد، عشان لو الزيت بارد الدوناتس كده هتطلع شاربة زيت كتير. ده كان شكلهم. عايزة اللون ده. بعد كده بطلعهم على شبكة علشان يبردوا. لو انا حابة بقى احط الدوناتس بتاعي في السكر، اول ما يطلعوا من الزيت كده بكون مجهزة شوية من السكر بغلف بيهم كده الدوناتس. يعني اول ما يطلعوا من الزيت وهم سخنين بغلفهم بالسكر. اقدر كمان استخدم خليط من السكر والقرفة
بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الخطوة اللي بعد كده هجيب عود خشبي واحاول اعمل فراغات جوه الدوناتس بالشكل ده، بشويش كده بالراحة، احاول اعمل فراغ كده علشان اقدر احط فيه الحشوات بتاعتي. ممكن نحشي الدوناتس بتاعنا بالنوتيلا، بني، نوتيلا بيضة، ممكن نستخدم الكاسترد في الحشوة، يعني تقدر تحط الحشوة اللي بتحبيها. انا هنا بعمل فراغات كده جوه الدوناتس. بعد كده هحشي الدوناتس بتاعنا، تقدر تحشيه زي ما قلت لك باي حشوة بتعجبك. انا هنا بحشي كام واحدة بالنوتيلا البني. جبت كام معلقة من النوتيلا، حطيت عليهم معلقة صغيرة من الزيت، قلبتهم كويس وحطيتهم في كيس حلواني. دي نوتيلا بيضة، بس انا هنا يعني يمكن زودت الزيت شوية على النوتيلا البيضة فسحت مني شوية، عشان ما تغلطيش نفس الغلطة دي. يعني معلقة صغيرة بس على النوتيلا وتقلبيهم كويس. ده كان شكلهم. بصراحة يا جماعة الوصفة كانت تحفة جدا ووصفة ناجحة تستحق التجربة. أتمنى تجربوا الوصفة بتاعتنا، أتمنى تكون عجبتكم. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.